تحياتي لكم أينما تكونون. أنا اليوم في ثالث جمهوريات أو دول البلطيق الثلاثة المكونة من ليتوانيا لاتفيا، واليوم أنا في أستونيا وعاصمتها تالين. الموقع الذي أنا فيه هو تذكار لحرب الاستقلال الأستونية بين عام 1918 و 1920 ضد الهيمنة الروسية. الاتحاد السوفيتي لم يكن موجودا بعد، وإنما ضد الهيمنة الروسية. وهنا تحت يوجد أماكن يعني التعذيب وما تعذيب لسنا يعني بصدد عنها. المهم هذا هو تذكار لهؤلاء الشهداء الذين يعني ضحوا بأنفسهم من أجل استقلال بلده. إذا لاحظوا هذا المدرج الذي كان موجودا منذ يعني العهد الروسي، إذا منذ الهيمنة الروسية على إستونيا، كما هو موضح يعني في هذه الصورة، للدلالة أن هنا يعني ما موجود الآن كان موجودا أيضا سابقا. لاحظوا هذه الصورة. إذا لنسير قليلا في هذا الاتجاه. بصراحة تالين عاصمة أستونيا يعني تحتاج إلى 7 أيام لكي يعني يشرح الزائر ويهتم بكل ما فيها. هي يعني مدينة زاخرة بالمشاهد التاريخية وبالمعالم التاريخية الضخمة يعني، وما زالت مشرقة يعني لحد الآن، مثل الأسوار، مثل القلاع، مثل الكاتدرائيات أيضا الضخمة. وطبعا هذا نحن الآن في المدينة القديمة The Old Town. عواصم يعني أغلب عواصم دول البلطيق يعيشون من إيرادات المدينة القديمة لهم بعد أن اهتموا بها ويعني حولوها إلى مركز سياحي، مركز جذب سياحي بكل ما تحتويه من معالم يعني مشرقة تاريخية، يعني يراها المرء بأم أعينه شاخصة. هنا مثل هذا البرج لإحدى الكنائس، وهذه القلاع، لاحظوا هذه القلاع أيضا. والغريب في هذه العاصمة أو في أولد تاون لتالين العاصمة أن فيها مدرجات، يعني من لديه مرض السكر أو الكوليسترول أو ارتفاع الضغط يمكن أن يستخدم هذه المدرجات في يعني النشاط كنشاط رياضي يخفف من يعني ارتفاع نسبة السكر في الدم وغيرها. بشكل عام أستونيا تقع مباشرة على بحر البلطيق. بحر البلطيق يحيط بأستونيا من الشمال ومن الغرب، إذا من الشمال ومن الغرب. أما من الشرق فتحيط بها روسيا مباشرة مع أستونيا، وبين روسيا وأستونيا هناك بحيرة كبيرة جدا اسمها بيبوس. تشترك أستونيا مع روسيا في مناصفة في امتلاك هذه البحيرة. لاحظوا تلك القباب العالية فوق، هي أيضا فوق تلة على تلة، وهي يعني كاتدرائية لما يسمونه في روسيا ألكسندر، نسيت الاسم الثاني. المهم هذه كنيسة روسية افتتحت في عام 1900 للدلالة على سيطرة روسيا على هذه المناطق وإشرافها أيضا على ما بعد بحر البلطيق. أستونيا نعود إلى حدودها. قلنا من الشرق روسيا ومن الجنوب تحدها لاتفيا أو لاتفيا أو ليتاون أو ليتلاند، كلها يعني تبقى أسماء لدولة واحدة.
ما هي يعني لنتعرف إلى يعني تاريخ الحديث لأستونيا. يعني مثل ما تعرفون أن أستونيا كإحدى بلدان الجمهوريات البلطيق احتلت في الحرب العالمية الأولى من قبل الألمان، ثم عادوا واحتلوها مرة أخرى في الحرب العالمية الثانية. إذن في الحرب العالمية الأولى والثانية احتلت، ثم جاءت الهيمنة الاتحاد السوفيتي لغاية 1991. هذا الشعب طبعا عمل كثيرا جدا للتخلص من الهيمنة السوفيتية، من النظام الاشتراكي ونظام السوق الاشتراكي وغيره وغيره. إذا منذ عام 1991 بدأوا بالعمل ليل نهار، وحولوا زراعتهم من مزارع تعاونية سوفيتية إلى يعني السوق الحر وإلى مزارع خاصة، وتمت خصخصة ما كان تملكه الدولة. أغلب يعني المصانع والمؤسسات الصناعية التي كانت تملكها الدولة تمت خصخصتها، وانتقلوا يعني بسرعة إلى نظام السوق الحر. وهذا ما يعني جذب انتباه الاتحاد الأوروبي، فدخلت أستونيا في عام 2004 إلى الاتحاد الأوروبي، ثم دخلتها في نظام اليورو في عام 2011. معدل إيراد الأستونيين في السنة نقول هو يعني بين 14,000 إلى 15,000 يورو في السنة، إذا احتسبنا يعني أنه في السنة فقط 12 راتب. ولكن في أوروبا هناك في السنة 14 راتب، يصرف راتب إضافي في العطلة الصيفية، وراتب إضافي ثاني في أعياد الميلاد، فهكذا. إذا يعني معدل ممكن أن نقول أن معدل الإيراد الشهري للشخص الواحد في أستونيا هو أكثر من 1000 يورو شهريا. ما هي يعني طبيعة أو مناخ أستونيا؟ مناخ أستونيا يعني مناخ متقلب المزاج. فمن الغريب جدا أن نرى أن المناخ الذي هو على بحر البلطيق هو مناخ دافئ رطب، تصل إليه رياح المحيط الأطلسي فتدفئ الجو. ولكن المناطق الداخلية والجنوبية تشهد في الشتاء خاصة انخفاض درجات الحرارة بين -5 و-8. في هذا الشهر الذي نحن فيه والشهر القادم والشهر الثامن ترتفع درجات الحرارة في عموم أستونيا بين 18 إلى 30 درجة، فيستفاد أو يستغل الناس هذا ارتفاع درجة الحرارة، ويقومون بالسفرات، بالنزهات، بالاصطياف، بالرحلات وهكذا. لاحظوا الآن وصلت، وهذا يفيدكم أنتم. نحن في هذه الساحة العامة، أعتقد اسمها هولدير شيء من هذا القبيل. إذا نحن مباشرة أمام تالين توريست انفورميشن سنتر. من هنا كل يوم الساعة 12 تنطلق يعني جولة حرة ميدانية مجانية مع مترجم في اللغة الإنجليزية، أو مترجمة هي في اللغة الإنجليزية، ويمكن الدخول يعني اقتناء أي معلومة، أي بروشيرة، أي ملصقة تخص السياحة في تالين أو أستونيا بشكل عام. إذا أستونيا يعني مشهورة بأزقتها، بشوارعها، يعني وبانتشار المطاعم والفنادق والكافيهات، وأيضا بتجول السواح وكثرة السواح، وخاصة الأمريكيين ثم الألمان ثم الفرنسيين. بالنسبة للأسعار هنا يعني هي تشبه أسعار الموجودة في ألمانيا. الطعام أنا يعني فطرت اليوم، فطوري كان ليس في هذا وإنما ذلك المطعم. طلبت 3 بيضات
ب8 يورو ونصف 3 بيضات. وجاءني صحن ما شاء الله يعني أومليت، البيضات محشية سلطة طماطة خضار معها، يعني كان صحنا ممتازا. الشاي يكلف 1.5 يورو الشاي. هنا كنت جالسا في هذا المطعم يعني قبل ساعتين من الآن. هناك أيضا ملاحظة لكم أو معلومة لكم، هناك إذا أردت أن تشتري بطاقة ليوم واحد أو أسبوع أو لشهر، ليوم واحد تكلف يعني 14 يورو. ممكن أن تستخدمها لركوب الباصات وزيارة المتاحف، كل المتاحف متاحة لك. إذا اشتريت طبعا لأسبوع تكون يعني أغلى، أو لشهر تكون أكثر غلاء. إذا هذه البطاقات متاحة. لاحظوا هذا المطعم الغريب والجميل أيضا، والغريب فيه أن العاملين فيه والعاملات فيه يلبسون الملابس التقليدية الإستونية، وخاصة الأحذية. من منكم يتذكر حذاء الطنبوري بالضبط يشبهه؟ سوف نلتقي، أعتقد نلتقي بعدد منهم هنا، وأنا أراهم يعني أمامي الآن، وهم هؤلاء الفتيات يبيعون ما نسميه الماندل، ليس الجوز، اللوس، يبيعون اللوس. لاحظوا هذا العامل، حذاء هذا العامل هو هذا الحذاء الذي أقصده. هؤلاء الفتية والفتيات هذه هي ملابسهم. أيضا لنلقي نظرة أخرى على الحذاء. لاحظوا الحذاء، هذا الحذاء. إذن هذا هو اللوز الجميل. سوف أخذ قطعة منه. Can I one piece, please? I give you. No, I give You you. give me. Thank you. Oh. You're welcome. Thank you. Okay. ها؟ لاحظوا هذا البرج العملاق الطويل. أنا آكل الآن، يعني أعطتني حفنة من اللوز المغطى نوعا ما بنوع من الحلويات. تشتهر أستونيا بطبيعتها الخلابة بشكل عام، فهناك الأنهار التي تكونت من انصهار الجليد. إذا هناك أنهار وهناك بحيرات ومستنقعات تكونت من انهيار الجليد أو انصهار الجليد، ونتيجة يعني هذا الانصهار تكونت هناك يعني أكثر من 1500 نبسة. هناك أكثر من 1500 نبتة مختلفة الأشكال، كما أنه تعيش في هذه البراري أكثر من 60 نوع من الثدييات، منها مثلا الغزال والغزال الأحمر والأرنب البري والخنزير البري أيضا، وهناك الثعلب وهناك ثعلب الماء وغيرها من الثدييات. لاحظوا هذه وسيلة النقل داخل المدينة أيضا. هذا المطعم يعني بالأمس مساء تعشيت فيه، وهو أيضا يعني أسعاره جيدة، ويعني تكلف بين 10 و20 يورو، يعني صحن عشاء كامل. تشتهر أيضا أستونيا بالغابات الكثيفة وبإنتاج الأخشاب، أيضا تنتشر، وأيضا لديها صناعة منسوجات قوية جدا. فكل دول البلطيق 3 تعتمد على أستونيا في الأنسجة، في المنسوجات، في الملابس. هذا أيضا نقول عن أستونيا.
الشعب الأستوني طبعا يتحدث اللغة الأستونية الأم، ولكن يعني هناك اللغة الروسية أيضا هي لغة مهمة، ويتحدثها تقريبا ثلث سكان البلاد الذين خاصة يسكنون في شرق البلاد. إذا شرق البلاد هناك حدود مع روسيا، فهناك يتحدثون باللغة الروسية، كما أن هناك الكثير من اللهجات في هذا البلد. فلهجة يعني غرب أستونيا ليست مثل لهجة الشرق، ولا ليست مثل لهجة الذي يسكنون في العاصمة. أغلب ثلثي الذين يسكنون في العاصمة تالين لم يولدوا هنا، وإنما ولدوا في خارج أستونيا ثم عادوا إليها بعد أن تحررت من الهيمنة السوفيتية. لاحظوا أننا نقترب هنا من سور ضخم جدا بني في القرن السادس عشر، وهو مكون من من ثلاثة طوابق، وفيه أيضا 3 أزقة. كان يحمي المدينة. طبعا المكان الذي نحن نسير فيه الآن كان يعني موقع للمدينة، فهذا السور كان يحمي داخل هذه المدينة. لاحظوا هذا السور يعني ما زال أنيقا ومعتنى به. هذا هو السور، وذلك هو البرج. هذا بني في القرن السادس عشر. أيضا لاحظوا هاتين البوابتين، وهناك يعني ما يشبه بالخرافة في هذه البلد أو في هذه المنطقة بالذات. ماذا تقول خرافة أو الأسطورة؟ أن أحدهم يوما ما كان هنا ووقف منتصبا في منتصف البرج الأول والمنتصف البرج الثاني، ثم يعني بعد لحظات اختفى من هنا. ويقولون أن هاتين البوابتين فيهما طاقة يعني مثل ما نقول فيزيائية ممكن أن تنقل الإنسان إلى زمان آخر. يعني هم يقولون إذا كنت تريد أن تسافر عبر الزمن فهذا هو المكان المناسب، ولكن يعني ليس مضمونا 100%، يعني ممكن أن لا يحدث الانتقال. المطلوب منك أن تقف في وسط يعني وسط المسافة بين البرج الأول والبرج الثاني، ثم تغمض عينيك وتحدد التاريخ. أنت أين تريد أن تذهب، إلى الماضي أم إلى المستقبل؟ تحدد السنة التي تريد أنها، ثم يعني تنتظر بين دقيقة إلى دقيقتين، فقد يحدث الانتقال أو قد لا يحدث الانتقال. أنا بصراحة جربت الأمس وأردت أن أنتقل إلى عام 1958 إلى بغداد، لي غاية في نفسي، ولو أنا يعني لم أكن مولودا بعد يعني، ولكن في غاية في نفسي، ولكن مع الأسف لم أنتقل، بقيت واقفا عندما فتحت عيني. المهم هذا ما يتحدث به الناس هنا، وهو يعني خبر مشوق وجذاب أيضا. وصلنا إلى شيء جميل جدا يعني في مدخل أولد تاون، هذا الشارع، شارع الورود. لاحظوا هذه المحلات يعني الواحدة جنب الآخر، ولا توجد هناك يعني عركات ولا بوكسات ولا مشاكل يعني. فلاحظوا الورود هنا من كل الأنواع، تبدأ ب5 يورو ثم تنتقل إلى 10 يورو، ثم هناك ب5. لاحظوا هنا هذا المحل يعني يظهر لنا الأسعار بشكل أوضح. هنا موجود في 16 يورو، 15 يورو، ثم ننتقل إلى 25 يورو، ثم هناك 35 يورو، وهناك فوق 65 يورو. لاحظوا 65 يورو. إذن الأسعار تبدأ من 5 يورو لباقة ورد طبعا. لاحظوا ما أجمل هذه الباقة، لاحظوا. А що ти понесла?
إذا هذه السيارة تجهز هذه المحلات بأنواع الورود. هنا محلات الماكدونالدز والبرجر كينج يأتي إليه الشباب بقطع صغير، يعني من بالأمس هنا لاحظت تجمع من حوالي من 50، يعني ليس شابا بعد، وإنما بعمر 12-13 سنة، فتيان وفتيات يمرحون ويركض واحدا وراء الآخر. جميل جدا، يعني إذا من الشعب أن يهتم بالورود وصناعتها واستخدام يعني باقة الورود في مناسبات مختلفة. فيعني الورد أو باقة الورد فعلا تعبر عن الكثير من المشاعر. لاحظوا ما أجمل مدخل هذه الأولد تاون، إنها جميلة جدا جدا. طبعا مدينة تالين العاصمة، يعني أنا عندي إحساس أنها هي وهلسنكي عاصمة فنلندا كأنهما توأمين، كأنهما يعني بنات العم. هناك علاقة كبيرة، حتى أن اللغة الأستونية هي فرع من اللغة الفنلندية، فرع من اللغة الفنلندية. يوم الخميس القادم سوف أنتقل إلى هلسنكي بواسطة باخرة، لأن البحر يفصل، بحر البلطيق يفصل بين تالين وبين هلسنكي، والمسافة بينهما هي 50 كيلومتر فقط ب20 يورو. الشخص يكلف يعني بين 20 إلى 22 23 حسب توقيت انطلاق الباخرة، والمدة تستغرق 2.5 فقط. يعني إذا ركبت من هلسنكي إلى تالين 2.5، وبالعكس من تالين إلى هلسنكي. لاحظوا أن اليوم جميل جدا والشمس مشرقة تماما والناس يعني تتجول وكل شيء هنا جميل. بصراحة أنا أعجبتني كثيرا يعني هذه العاصمة. هذا هو أحد الفنادق، اسمه من الجانب الآخر غير مكتوب هنا، ولكن فوق مكتوب هوتيل. خلف هذه البنايات يعني ليس بعيدا من هنا، ممكن أيضا يعني مشيا على الأقدام، ممكن يعني لربع ساعة أو ثلث ساعة ممكن نصل إلى شاطئ بحر البلطيق، ويجد الإنسان السفن الضخمة جدا تنتظر المسافرين من هنا إلى هلسنكي. إذن نكتفي بهذا القدر، يعني أتمنى أن يكون الفيديو
قد يعني أحببتموه أيضا، وأيضا أحببتم هذه العاصمة الجميلة. إذا إلى اللقاء في فيديو آخر.